السلام عليكم ورحمة الله. معاكم محمد يحيى ودي قناة تنين شطرنج. النهاردة جاي أكلمك عن إزاي إنك أنت تحجم حركة الحصان وما تقعش في أخطاء كتيرة وأنت بتلعب ضد الحصان، عشان ما تاخدش فوركات أو شوكات اللي احنا بنشوفها وتخسر قطع قطع. تعالى مثلا بص على بوزيشن زي اللي قدامك ده. هنفترض هنا إنه الأبيض حرك البيدق ده خطوة وقال لك اديني الحصان ده على سبيل المثال. انت ممكن مش واخد بالك وتقول طب ما انا مو قادر اكل البدء ده مثلا بالوزير، وادي حصان حامي فهو ما يقدرش ياخد بوزيره، فتقوم انت طالع واكل بالوزير. وياما وقعنا في غلطات زي دي. بص بار التقييم راح في داهية. دلوقتي الابيض قادر ان هو يلعب النقلة ديت. ده اسمه في الشطرنج تريبل فورك، شوكة ثلاثية. كش واحد اتنين تلاتة وخسرت وزيرك. انت دلوقتي مضطر تحرك الملك، مفيش اي قطعة عندك تقدر تاخد الحصان الرخم الرزل دوت، ومضطر تخسر الوزير. او مثلا هوريك بوزيشن تاني. ده بوزيشن تاني، انت بتلعب ابيض ومضغوط في الوقت يا صاحبي، وادي بيدق هترقيه وزير، فقمت جاري بسرعة مرقي البيدق وزير، فقمت واخد الفورك ديت. بص نقلة واحدة، خلاص الدور بقى تعادل. فورك كش واديني وزيرك. مضطر طبعا تمشي بالملك في اي حتة. هات الوزير، هتلاقي الشاشة قامت قافلة في وشك كده وانت بتلعب اونلاين ويقولك الجيم انتهى ايه درو. لانه كده كده الاسود ما يقدرش ان هو يديك كش مات بملك مع حصان. وعشان كده انا جاي اعلمك النهارده يا صاحبي شوية تقنيات تقدر تنفذهم ضد الحصان، عشان ما تقعش في الغلطات دي، وعلشان تحجم حركة الحصان وما تخلوش ان هو يقرفك او يسيطر عليك او يقعد يديك كشات ويضيع في وقتك زي ما بيحصل معانا كلنا. في البداية وقبل كل شيء ما تنساش انك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما نبتدي. اضغط لايك للحلقة بعد اذنك لو استفدت، وان شاء الله هتستفيد. واكتب لي كومنت لو في حلقة معينة عايزها او حاجة عايز تتفرج عليها قول لي عليها. ويلا بينا دلوقتي نبتدي في الفيديو على طول. طيب تعالى دلوقتي نبص على اول سيتويشن ونفهم اول فكرة معانا النهاردة. انت بتلعب اسود، خصمك معاه النايت ده او الحصان ده والملك، وانت معاك رخ وملك. معنى كده ان ماتيريال انت افضل. ازاي بقى؟ وانا بلعب شطرنج وبلعب بالذات في الاند جيم او في النهاية، مبقاش خايف من اي فرك تحديدا شوكة بالحصان ده. يعني تعالى مثلا نبص على البوزيشن الاول نفهم ايه هو فكرة الشوكة. انا عارف ان انت عارف بس خلينا نفهم اكتر. لو انت مثلا انت دلوقتي اللي عليك اللعبة كاسود وقمت محرك الملك جايبه هنا، للأسف دي أسوأ نقلة ممكن تلعبها في حياتك. لأن الحصان هيجي هنا يديلك فرك على القطعتين كش للملك، هتضطر انك تحرك الملك وبعدها هياخد الروك بتاعتك، ويبقى الجيم انتهى تعادل. لأنه انت هو ما يقدرش يديك كش مات بحصان وملك، ولكن هتبقى انت ضيعت الأفضلية بتاعتك. بعد ما كان انت اللي معاك رخ وانت اللي تقدر تكسب، بقى الماتش تعادل. ازاي بقى بتخلص من ان انا ما يحصلش عليا الفرك ده بالحصان بتاع خصمي؟ طبعا اي واحد مبتدئ كده زي حالاتنا كلنا هيجي هيفكر ازاي، هيقولك طيب الحصان ده والله يقدر يجي هنا وهنا وهنا اهو. دي المربعات اللي يقدر يتحرك فيها الحصان، تمام. وبالتالي انا هو مش هجيب الملك بتاعي على مربع من دول، ولا الرخ بتاعتي على مربع من دول. ماشي. وممكن فجأة يقوم لاعب نقلة غلط زي ديت وياخد الفرك اللي احنا لسه شايفينه من شوية. طيب في الشطرنج بقى يا جماعة في طريقة أسهل من دي بكتير تقدر إن أنت تعملها عشان ما تلبسش الفرك اللي بالحصان. الطريقة دي بتقولك إيه يا باشمهندس؟ بتقولك إنه أول حاجة الحصان بيهاجم مربعات من نفس اللون. بص كده، دي المربعات اللي احنا قلنا اللي يقدر يتحرك عليها الحصان. ركز كده، كل المربعات اللي يقدر يتحرك عليها الحصان هي مربعات باللون الأبيض، اللي هي عكس اللون اللي واقف عليه الحصان. الحصان هنا واقف على مربع اسود. كل المربعات خلينا نشوف بص كده اهو كده متهيألي الصورة اوضح. كل الالوان
اللي يقدر يهاجمها الحصان او اللي مسيطر عليها الحصان يقدر يأتاك، يعني ياكل قطعة في المربع ده، هي باللون الابيض، وهي عكس لون الحصان. ومن هنا بتيجي قاعدة سهلة جدا جدا جدا، تقدر ان انت بالذات في الاند جيم في النهايات ما تخافش من الفرق، وهو انك انت ما تحطش القطعتين بتوعك على نفس اللون ابدا، بالذات بقى لما يبقوا عكس لون الحصان. يعني الحصان هنا واقف على الاسود، وبالتالي لو انت حطيت الملك والرخ دول على نفس اللون زي لما شفنا هنا، بص انت هنا حطيتهم على ايه؟ على اللون الاسود، الاتنين على نفس اللون. جه هو واداك من هنا فرق واخد قطعة من الاتنين. ماشي. القاعدة بتقول لك ايه؟ القاعدة الاساسية الاهم، ما تحطش القطعتين على نفس اللون. يعني انت مثلا تقدر هنا الرخ على الاسود، تقدر تجيب الملك هنا على الابيض. لا سوري، اصلا ده هو هنا كش، سوري يا جماعه. تقدر تجيب مثلا الملك هنا يا سيدي. اوكي. كده ما بقاش فيه فرق. هو هنا هو مش مهاجم الملك، هو هنا مهاجم الرخ بس. طيب انا بديك مثال، الرخ هنا مثلا سوري، الملك على اللون الابيض. الرخ مثلا لو جت هنا بقت هي على اللون الاسود بتهاجم الحصان مثلا، هل هو يقدر يديك فرق؟ لا، هو اخره هيكش الملك. ماشي. قمت انت جايب الملك على الابيض، وهكذا. مش هيقدر ان هو يديلك فرق طول ما انت حاطط القطعتين على الوان مختلفة. يبقى دي اول قطعة، افهم ان الحصان بيهاجم مربعات من نفس اللون فقط، عكس اللون اللي هو واقف عليه. طب خلينا اضيف لك كمان حاجة. لو هو على سبيل المثال يا سيدي معاه 2 نايت، مش حصان واحد، معاه حصانين، هل في حاجة هتختلف؟ لا، تخيل. يعني انت مثلا لو قمت جبت الملك محركه هنا، انت مثلا عليك الدور، ستيل برضو لو هو معاه بص 50,000 حصان، الحصان ما بيقدرش يهاجم مربعين على ألوان مختلفة. بص الحصان ده جه هنا، جه يا عم هنا، راح في أي حتة في الدنيا، ما بيقدرش إن هو يهاجم بص قطعتين على ألوان مختلفة. وبالتالي لو انت بتلعب اي ماتش، وبالذات لو انت في وقت ما عندكش فيه وقت كتير وما عندكش وقت تحسب، اوكي، بس ما تسيبش قطعك على نفس اللون. الحصانة مش هتقدر تدي الفرك او تدي الشوكة وتاخد منهم قطعة. اظن المعلومة دي هتطور مستواك وهتفرق معاك جدا في الاند جيم. طيب تعالى بقى دلوقتي اشرح لك فكرة مختلفة لكنها مهمة جدا برضو، وانا والله اتكويت بيها في ماتشات والحصانة دي قرفتني. تخيل مثلا ان انت دلوقتي بتلعب اسود، وعندك البيدق ده، وعايز ترقيه وزير. اوكي. بس الباشا اللي بيلعبك عمال يرخم عليك بالحصان ويزنق عليك بالملك ومش عارف ايه، ويديك في كشات بالذات بالحصان، ولخمك بالذات طبعا لو في قطع تانية، وانت مش ما عندكش وقت انك انت ترقي بسبب الكشات اللي انت عمال بتاخدها. وده حصل معايا لحد ما خلص وقتي وخسرت، بسبب ان المعلومات اللي انا بشرحها لك دلوقتي دي انا ما كنتش عارفها او ما كنتش مذاكرها. تعال اديك مثال. انت مثلا دلوقتي بتلعب اسود قدام الابيض، سيبك من البيدق ده، انا حاطط لك البيدق ده كمجرد بس فكره، يعني عايز اوصل لك الفكره. فقمت انت مثلا لاعب الحصان هنا، فما هو جاي مديك كش، تطلع بالملك لفوق، يقوم طالع مديك كش. عارف انت العيال دي اللي هو اصلا ما عندوش حاجه يلعبها بس عمال يكشك وخلاص. اوكي. ازاي بقى؟ تعالى نرجع للوضع اللي احنا كنا عليه، كان كده بالظبط، كان كده. ازاي بقى انت في الشكل ده تريح دماغك من كشات الحصان خالص؟ ازاي ان انت تتحرك بالملك بتاعك في طريق امن، فيبقى الحصان الرخم ده الرزل ده مش عارف يديك كشات، فتبتدي انك انت مثلا عندك بيدق هنا مش عارف بيدق هنا، عايز تدفع وترقي، تتعامل براحتك وتعيش حياتك. بص بقى يا سيدي، في قاعدة في الشطرنج، يعني حاجة ادفانسد جدا او متقدمة جدا، بتقول لك ايه؟ انت عارف ده اسمه الوتر. المربعات دي اسمها المربعات الوترية، الدياجونالز. بيقولك في الشطرنج بقى ايه يا معلم؟ لو انت حطيت الملك بتاعك على الوتر بتاع مثلا اللي واقف عليه الحصان، بس يبقى فرق مربعين، او يعني هنا يعتبر فرق مربع بعيد عن الحصان، يعني ما تحطش الملك هنا،
لو جبت الملك هنا هيديك كش من هنا على طول. لا، انت بتحط الملك، سوري كان هنا، بتحط الملك بعيد بفرق مربع عن الحصان. اوكي، في مربع فارق اهو اللي هو المربع ده. تخيل بقى يا مؤمن انه في الشكل ده الحصان ده محتاج يتحرك 3 مرات عشان يديك كش واحد. مش هنقعد نضيع وقتنا ونقعد نحسب فيهم، بس هو محتاج ان هو يتحرك 3 مرات عشان يديك كش واحد. دي قاعدة في الشطرنج. وهم برضو عشان لو انت عايز تعرف، محتاج يجي هنا وبعدين يجي هنا، بغض النظر عن ان الملك هياكله، انا بشرح لك الفكرة. لانه في بوزيشنز كتير لما تيجي تلعب مش شرط انه يبقى نفس البوزيشن ده. بعدين يجي هنا عشان يدي كش للملك. بص، بمجرد ان انت حطيته بفرق مربع بعيد عن الحصان بشكل وتري. طبعا مش شرط ان هو يبقى هنا، هنقول مثلا هنفترض ان الملك ده هنا، ممكن يبقى هنا. اوكي، برضو فرق مربع، ممكن يبقى هنا فرق مربع، وهكذا. اوكي، بس خليني اقول لك على حاجه ومعلومه مهمه جدا في الشطرنج تفهمها، بالذات حته انك انت تبعد الملك بشكل وتري عن الحصان. لو الملك هنا، سوري، لو الحصان، لا خلينا مثلا، خلينا نبعد اكتر. في الحالة دي، وركز عشان المعلومة دي مهمة جدا، احنا قلنا ان احنا واقفين هنا بفرق مربع. طب لو احنا وقفنا هنا، لا هيقدر يديك كش واحد بحركة واحدة بس مباشرة. طيب في الحالة دي ايه؟ لازم انا ابقى بعيد عن الملك. اوكي، ففي الحالة دي لازم ان انا ابقى بعيد عن الملك بعدد فردي. انا عارف ان المعلومة دي شوية يعني حاجة سبيسيفيك قوي ومقيدة قوي يعني، وغالبا مش هتيجي في بالك وانت بتلعب بالشطرنج اصلا بسبب ضغط الوقت تحديدا. بس هي دي المعلومات اللي بتخلي فيه ناس يبقوا جي ام ويروحوا بطولات، وناس تانية اخرهم يلعبوا شطرنج على القهوة او اونلاين، وعمرهم ما يوصلوا لأي حاجة متقدمة. هو ده الفرق. خلينا اشرح لك النقطة تاني. احنا قلنا ان هنا في فرق مربع بعيد عن الحصان، وبالتالي الحصان ده محتاج 3 حركات عشان يديك كش. لو جيت هنا هيديك كش بنقلة واحدة، فانت محتاج تبقى هنا. ايه اللي انا عايز اقوله لك؟ انت على نفس الوتر، بص، بتاع الحصان. اوكي، بس الفرق بينك وبين الحصان هنا هو 3 مربعات. لما كنت واقف هنا كان فرق مربع واحد. العامل المشترك ايه؟ هو انك انت بعيد عن الحصان بعدد فردي، يعني 1 3 5 7، الاعداد الفردية. اوكي، دي معلومة سريعة خليها في بالك. بس انت خليك دلوقتي عشان ما تشغلش بالك بالقصة الطويلة دي، زي ما قلنا، خليك بعيد دايما بقى في اي ماتش انت بتلعب اهو كده يا ريس. حط الملك بتاعك هنا اهو، ابعده بس مربع واحد عن الحصان طول ما انت بتلعب على الحتة الوترية. اوكي، على الاوتار ديت زي ما شرحنا. اوكي، سيبه بفرق على الاقل مربع واحد بعيد عن الحصان. او يعني مثلا هنا اهو، الحصان مش هيعرف يديله كش بسهولة وهيطلع عينه عشان بس يوصل ان هو يدي كش للملك بتاعك. بص كده على السيتويشن اللي قدامك ده، وتعالى نشوف ازاي القاعدة دي هتتطبق. احنا قلنا ان احنا بنحاول نحط الملك بتاعنا على diagonal، او على الوتر بفرق مربع واحد عن الحصان. اوكي، هتقول لي ايه ده؟ طب ما احنا لو لعبنا كده هنبقى حطيناهم هما الاتنين على نفس اللون، بعكس اللي احنا قلناه في القاعدة الاولانية. ايوه انت عندك حق، بس الفرق بقى ان انت حاطه بفرق مربع وتري زي ما شرحنا قبل كده، وبالتالي الحصان ما يقدرش يدي الملك كش وهو فرق مربع واحد وتري، حتى لو القطعتين على نفس اللون. اوكي، لو انت جيت هنا مثلا قمت مخطئ ولعبت نقلة زي دي على سبيل المثال، هيقوم هو متحرك بالحصان بتاعه هنا يقولك اديني البيدق اللي انت رايح ترقيه. مثلا لو دفعت البيدق فورك، هات البيدق. ماشي، طب تعال نطبق القاعدة اللي احنا لسه متعلمينها. لو انا انا دلوقتي عايز ارقي ده وزير. لما انا قدمت الملك هنا بفرق مربع وتري عن الحصان مش عارف يكش الملك اصلا. اوكي، الحصان اخره هيجي هنا، هتدفع البيدق، اتحرك يا حمام، روح في اي حته هتعملها، هتيجي هنا هتيجي هنا، وهرقي وهجيب وزير وهكسب الدور. انا بوريك ازاي، انه من خلال انك انت تفهم ازاي تبعد عن كشات الحصان وتحرك الملك بتاعك صح، تقدر ان انت في بوزيشن زي ده، بدل ما ان هو ينتهي تعادل، تكسب انت وتجيب وزير وتفنش الدور وتدي كش مات،
ودي الحاجات اللي الجراند ماسترز يعرفوها واحنا لا. طيب، يبقى احنا كده شرحنا انه انت لازم تقف. لو انت هتلعب عايز تبعد عن الحصان هتقف بشكل وتري بفرق مربع واحد زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامنا. بسيب مربع، يعني انا ممكن اقف هنا او هنا او هنا او هنا. طيب، تعال من البوزيشن ده اعلمك حاجة تانية مهمة جدا. لو انت في وضع ومحتاج ومضطر ان انت مش هتعرف تقف في وش الحصان من الوتر، بس محتاج انك انت تقف من جنب الحصان. بص، ده اللي انا بتكلم عليه. ده كده انت واقف جنب الحصان، اوكي، مش على الوتر. دول اسمهم السايدز او الجوانب بتاعت الحصان. هنا عندك حل من الاتنين. يا اما تلزق في الحصان بالشكل ده كده، واخد بالك ليه بقى؟ لان انت لو واقف فرق، احنا لسه قايلين ايه، لما تيجي تقف بالزاويه تقف فرق مربع. لو انت واقف هنا الحصان هيكشك بسهوله جدا، تمام، وده مش اللي احنا عايزينه. يبقى لو انت مضطر انك انت تقف جنب الحصان، اقف بالظبط زي ما انت شايف كده في الاربع مربعات اللي حواليه، مش في زاويه، تمام. يا اما تلزق في الحصان بالشكل ده، يا اما تخلي بينك وبينه عدد زوجي من المربعات. لو انت وقفت جنبه مش بزاوية وخليت عدد فردي من المربعات، هيقدر يديك كش مات. كش يعني سوري، مش يقدر يقرفك ويقعد يديك كشات. اوكي، وبالتالي يبقى لو انت هتقف بزاوية اقف فرق مربع. لو انت هتقف جنبه يا اما تلزق فيه يا اما تسيب مربعين فرق. مش هطول عليك اكتر من كده عشان عارف ان الكلام ده زاد قوي وطولت فيه، وانت في النهايه مش تاخد بالك منه قوي وانت بتلعب. بس عشان توصل لك المعلومه كامله، تعال بقى ننتقل على كلام تاني افكتيف اكتر او مؤثر اكتر على ارض الواقع. طيب، دلوقتي بقى نوصل لمعلومه تانية ومهمه جدا. خلينا بس نجيب الملك ده كده عشان نبقى شايفين كويس. انت دلوقتي مثلا بتلعب اسود وخصمك بيلعب ابيض ومعاه الحصان ده مثلا على الاتش 4، وانت معاك فيل. خد بالك من حاجه، الفيل في النهايات لو استخدمته كويس وصح تقدر تسيطر على الحصان، ولا هيكشك ولا يقرفك ولا يديك فرك ولا ياخد منك اي قطعة. بص على البوزيشن اللي قدامك ده، الفيل ده انا مسنطره او موقفه فين بالظبط؟ فرق مربعين من الحصان. وبالتالي بص الفيل ده مسيطر على انهي مربعات؟ ادي واحد اتنين تلاتة اربعة. الحصان وهو واقف في الجنب حرفيا ما عندوش اي مكان يروحه، الفيل ماسك كل المربعات. فلو انت مثلا معاك بيدق وعايز ترقيه، ده وقتك يا باشا انك تحرك البيدق بتاعك بمساعدة الملك والفيل طبعا وترقي، على سبيل المثال. طيب، لو افترضنا ان الحصان ده مش واقف في الجنب يا سيدي، وواقف مثلا هنا، مش في جنب الرقعة، واقف يعتبر مثلا قريب من المركز. لو انت معاك فيل ووقفته برضو بفرق مربعين من الحصان، الفيل ده بيسيطر على معظم المربعات اللي بيروح لها الحصان، مش كلها بس معظمها. انت لو بصيت هنا الفيل اصلا مسيطر على نص المربعات اللي يقدر يتحرك منها او يتحرك ليها الحصان. لو انت جبته فرق مربعين من هنا، نفس الفكرة. بص، بص الفيل مسيطر على مربعات قد ايه يقدر يتحرك عليها الحصان. اتعلمنا ان الفكرة السهلة البسيطة دي بتوقف الفيل بتاعك، سواء بقى اسود او ابيض، مش دي الفكرة. فرق مربعين من الحصان لو تقدر تعمل ده هتسيطر على نص تحركات الحصان. دي معلومة مهمة جدا تقدر تستخدمها في النهايات علشان تكسب وتحجم حركة الحصان تماما. وبس، وبكده أكون وصلت لك كل المعلومات اللي تقدر منها إنك تحجم حركة الحصان في الشطرنج، وتستفيد من التقنيات دي علشان تزود فرصك في المكسب وتعلي مستواك في الشطرنج. يا ريت بعد إذنك تضغط لايك للحلقة، واكتب لي كومنت قول لي إذا كنت استفدت من اللي شرحناه النهاردة أو لأ، أو إيه اللي أنت عايزه يتشرح لك أو تستفيد منه في الشطرنج. وأشوفك الحلقة الجاية.